السلام عليكم. الله 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 الله، ما أجمل رائحة هذا البلد. ترى هل سنقيم هنا أم سنعود لمكة أم نذهب ثانية للحبشة؟ ها؟ فأنت يا صاحبي لا تتوقف عن الرحيل بي في سبيل الله. ما أعظم طاعة الله ورسوله، وما أجمل صحبة فارس وبطل مثلك. يا أسعد، من بالباب؟ السلام عليكم. مصعب بن عمير في داري، مرحبا بك، حمدا لله على سلامتك. كيف حالك يا أسعد وحال المسلمين هنا؟ تفضل أولا يا مصعب. تفضل يا مصعب، أهلا بك. الحمد لله. كيف حال النبي والصحبة في مكة يا مصعب؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قريش وعنادها. جئت اليوم يا صاحبي لأن منكم أهل يثرب من طلب من النبي أن يرسل لهم من يعلمهم ويقرأ القرآن معهم. نعم من اختار ومن اختير. ترتاح أيام الضيافة ثم تفعل ما شئت. بل أبدأ من الغد بإذن الله، فراحتي هي طاعة الله ورسوله. أما ضيافتك فأنت أهل لها، لكن دلني على السوق لأوفي حق الدنيا كما سأوفي حق الدين. غدا بإذن الله. سبحان من يغير ولا يتغير. مصعب هذا الذي لم يكن يشغله سوى الأغلى من الثياب والأطيب من العطور، هذه حاله. لكن الحمد لله، فالحال الآن أفضل 1000 مرة من عودتنا من الحبشة. مصعب، حمدا لله على سلامتك. متى عدت من الحبشة؟ الآن. فما كان لي أن أزور أحدا قبل رسول الله. يا الله، لقد تغير حالك كثيرا يا صاحبي. وقد لاحظ ذلك رسول الله أيضا، فقال: الحمد لله يقلب الدنيا بأهلها. لقد رأيت هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه نعيما منه، ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير، في حب الله ورسوله. نعم، حب الله ورسوله هذا حديثنا اليوم. فالمؤمن حقا من كان الله ورسوله أحب إليه من الدنيا وما فيها ومن فيها. وماذا عن أبي وأمي؟ وحتى أبيك وأمك. فلا طاعة لهما إذن؟ بل تطيعهما في غير معصية الله. كيف؟ سأخبرك بما حدث لي مع أمي. فهي تشرك بالله، وعندما أسلمت أنا ثارت أمي علي، بل وضعت قدمي في القيد.
فلما أذن النبي بالسفر للحبشة هربا من جحود قريش، وقبل السفر جهزت لأمي طعامها لتعلم أن ديننا يحض على البر بالوالدين، وما تركتها وحيدة فأخي يرعاها من بعدي. ويعلم الله لو شاركتني حب الله ورسوله ما تركتها. تفضل يا أخي. قلت لك ثمنه أكثر مما معي. خذه وأحضر باقي الثمن حينما يرزقك الله. سيطول الوقت حتى ينضج الزرع. بارك الله لك فيه. ماذا تفعل يا رجل؟ جئت لأصلي خلفك، فإذا بطفلي هذا يتبعني، ولا أريد أن يقول الناس إني لم أحسن تربيته. يا رجل، خير تربية لطفلك أن تحضره ليتعلم الصلاة، فكيف سيكبر دون أن يعتاد مجالس الصلاة؟ هيا بنا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم جميعا. إخوتي في الله، اقترب الحج، فأبشروا بلقاء الحبيب المصطفى. مكة؟ وبإذن الله سأسافر مع من يقدر منكم لنلقى رسول الله. سنرحل ثانية؟ كيف سيكون لقاؤك هذه المرة يا مكة؟ أمه، كيف حالك يا أم مصعب؟ يا عاق، أتقدم بلدا ولا تبدأ بي؟ ما كنت عاقا، ولكني لا أبدأ بأحد قبل رسول الله. أما زلت على ذلك الدين؟ وكيف لا يا أمي؟ أأترك طريق الحق بعد طول الضلال؟ أفسدك محمد وأبعدك عن بلدك وقومك. بل ما صلح حالي إلا بعد أن عرفته يا أمي. إني لك ناصح وعليك شفيق. اشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كلا، ولكني سأتركك تفعل ما تشاء. وهل سترحل ثانية يا مصعب؟ نعم، نعم يا أم مصعب. حمدا لله على سلامتك يا مصعب. كيف حالك يا أخي في الله؟ الحمد لله. تفضل، هذا دينك. أي دين؟ بقية ثمن الثوب، ولك الفضل والشكر. بل الفضل والشكر لله يا رجل. صدقت يا معلم أهل يثرب، أم أقول يا أول المهاجرين. أما عن العلم فبعد هجرة النبي للمدينة فهو معلمنا وقدوتنا، وأما عن أول المهاجرين فما أنا إلا جندي من جنود الإسلام، يأمر النبي فأطيع وأذهب حيث يأمر. وها قد أمر النبي يا صاحبي، سنذهب لملاقاة المشركين عند بدر. سنريهم بأس مصعب بن عمير. ماذا تفعل هنا يا صغيري؟ هل تحب حصاني؟
وأنا أيضا أحبه. هيا اركب. هيا هيا يا فارس، غدا تكون كبرت، وحينما يأمر النبي تخرج معنا. ما أعظم هذا اليوم! أهؤلاء هم فرسان قريش وسادتها؟ لقد نصرنا الله نصرا عظيما. اهدأ يا صاحبي، اهدأ. قالها النبي الكريم: لن نقتل الأسرى أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أمي، ما حملك على المجيء وأنت متعبة هكذا؟ أخوك الأسير يا مصعب. اجلسي اجلسي يا أماه. بعد سفرك لم يعد لي غيره. دعوتكم ونصحتكم فما اهتديتم. وخذ هذه فدية أفتديه بها فأعده لي. سأذهب للنبي وأرجو الله أن يقبل. أماه ولدي، كنت أشك في لقياك مرة أخرى. لو عاد لقتال المسلمين سيحدث ذلك ولن تريه بعدها. عد مع تلك المسكينة ولا تعد إلينا. اللهم اهدهم لدينك. الشهور التي مرت بعد بدر جعلتني أظن أنها آخر الغزوات، فقد عاد مصعب للعبادة والصلاة خلف النبي الكريم، وعاد لتجارته فباع واشترى حتى ظننت أننا لن نحارب بعدها. وزادت محبة النبي لمصعب، فازدادت عند كل أهل المدينة، كبارا بل وصغارا أيضا. تفضل. إنك تدلل الصغير جدا، لن أقدر على تربيته بعدها يا مصعب. يا رجل، هؤلاء زهور الإسلام، غدا يصبحون فرسانه وشيوخه. ألا ترى كيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين؟ ألا نقتدي بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ صدقت. قريش تظن أنها ستثأر لقتلاها في بدر، لكن دماءنا فداء لدين الله ولرسول الله. هيا يا صغيري لتعد للبيت. بل اجعله خلف الجيش ليرى ويتعلم. هم أمل هذه الأمة في نشر دعوتها في ربوع الأرض بإذن الله. بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اصبر يا أخي. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. السلام عليكم يا مصعب، السلام عليكم يا عبد الله، السلام عليكم يا كل شهداء أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم.